ميركاتو 2024 2025 هو واحد من اقوى اسواق الانتقالات اللي عدت على كرة القدم في السنين الاخيرة، لان في صفقات كتير كانت منتظرة من سنين طويلة وحصلت فعلا في الميركاتو ده. عشان كده هتكلم عن اهم 20 صفقة في الميركاتو الحالي، بس اهم 20 صفقة فعلا، مش اغلى 20 لاعب مثلا ولا اكتر 20 لاعب قيمة تسويقية، لان بيبقى في لعيبة كتيرة مبالغ فيها سواء من ناحية القيمة التسويقية او من ناحية قيمة الصفقة. ده غير ان في لعيبة تانية بتبقى قوية جدا بس الصفقات بتبقى فري او لها حسابات تانية. فما علينا، انزل اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدأ. طيب زي ما قلنا دول مش اعلى 20 لاعب قيمه تسويقيه، كان في لعيبه قيمتهم التسويقيه اعلى ومش موجودين معانا، بس دول اهم 20 لاعب بس مترتبين حسب القيمه التسويقيه. فهمت حاجه؟ فما علينا، في المركز ال20 او اول لاعب معانا هو جواو فيليكس، واللي انضم من نادي اتلتيكو مدريد لتشيلسي بصفقه قيمتها 52 مليون يورو. تاني صفقه معانا هي ماكتوميني من مانشستر يونايتد لنابولي بصفقه قيمتها 30 مليون يورو. تالت لاعب معانا هو ديكاتلير من اي سي ميلان لاتالانتا بصفقه قيمتها 22 مليون يورو، وده خلي بالك مبلغ في الدوري الايطالي. ورابع اسم معانا هو رحيم ستيرلينج من تشيلسي الارسنال، والصفقه دي اعلنوا عنها بعد نهايه الميركاتو اصلا. الصفقه اللي بتخلي رحيم ستيرلينج واحد من اوفر اللعيبه في العالم بعد ما لعب لاربع انديه من التوب 6 في الدوري الانجليزي. لعب للليفر، لعب للسيتي، لعب لتشيلسي، ودلوقتي هيلعب لارسنال، ومش بعيد بعد كام سنه تلاقيه بيلعب في اليونايتد ويمكن كمان توتنهام، ويبقى قفل السته الكبار في الدوري الانجليزي. خامس لاعب معانا هو نيكو جونزاليز اللي انتقل من نادي فيورنتينا اللي بقى يعتبر اكاديميه اليوفي. كميه لعيبه مش طبيعيه بتروح من فيورنتينا لليوفي كل سنه. اللاعب راح بصفقه قيمتها 28 مليون يورو، وده زي ما قلت برضو مبلغ كبير في الدوري الايطالي. ولسه في الدوري الايطالي وفريدريكو كيزا اللي راح من نادي يوفنتوس لنادي ليفربول بصفقه قيمتها 12 مليون يورو. اعتقد ده ارخص لاعب ليفربول جابوه في الفتره الاخيره، رغم ان هو تقريبا اعلى لاعب كمستوى في اللعيبه اللي جابوها. ونروح بعد كده لدوف بيك، اعظم مهاجم في التاريخ اللي وقع على نادي روما بدلا من اتلتيكو مدريد. بعد ما كل الاخبار كانت بتقول خلاص ان هو وقع مع اتلتيكو، اللاعب وقع على نادي روما بصفقه قيمتها 30 مليون يورو، وده زي ما قلت مبلغ كبير قوي 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 في الدوري الايطالي. بس رغم ان ده مبلغ كبير بالنسبه للدوري الايطالي، بس بالنسبه للاعب هو مش مبلغ كبير، لان اتلتيكو كان عارض مبلغ اكبر. ده لان اللاعب ده كان هو هداف الدوري الاسباني مع نادي جيرونا. ونروح بعد كده المدافع ريال سوسيداد اللي وقع مع اتلتيكو مدريد لنورماند، اللاعب اللي كان اساسي مع منتخب اسبانيا في اليورو. ونروح برضو صفقة قوية جدا وصفقة سولانكي من بورنموث لتوتنهام، واللي قيمتها كانت 64 مليون يورو. ومن ضمن أهم الصفقات كان المدافع الإيطالي كالافيوري، واللي انتقل من نادي بولونيا لأرسنال ب 45 مليون يورو. اللاعب اللي كان أدى أداء عظيم في اليورو اللي فات رغم خروج منتخب إيطاليا، بس هو كان جامد قوي وكان بيلعب أساسي رغم صغر سنه ورغم إن في مدافعين كتير عندهم خبرة أكتر منه. طب إيطاليا ليه أصلا بيلعب منتخب؟ لأنه أدى أداء عظيم جدا في الدوري الإيطالي، خلى بولونيا في المركز الرابع طبعا مع تياجو موتا وباقي اللعيبة، وده اللي خلاهم يتأهلوا لدوري الأبطال على حساب فرق كتير جدا قوية زي روما ولاتسيو ونابولي وغيرهم من الفرق اللي أقوى من بولونيا. وكالافيوري ليه قصة يعني غريبة شوية. كالافيوري كان بيلعب في ناشئين روما وتصعد ولعب مع الفريق الأول، بس كان بيلعب باك شمال، وكان بيلعب باك شمال كان مش منضبط دفاعيا ولا حلو خالص في الدفاع، كان حلو أكتر في الهجوم وكان مندفع. ومين كان مدرب روما وقتها؟ جوزيه مورينيو، اللي أهم حاجة عنده إيه؟ الدفاع. فقرر إن هو يستغنى عن كالافيوري لأن هو هجومي ومتهور ومش بيعرف يدافع. فلما استغنى عنه طلعه اعاره لنادي جنوا، راح الاعاره في جنوا وراح راجع تاني على روما. روما راحت بيعاه لبازل بمليون واحد مليون يورو. راح بازل موسم، بعد كده راح راجع من بازل اتباع لبولونيا ب4 مليون، يعني بازل كسبت فيه 3 مليون، وكانوا فاكرين ان هم كده خلاص عملوا صفقه جامده. مع بقى بولونيا كان بيلعب مع تياجو موتا، وتياجو موتا كان ناقص عنده مدافع، المدافع اللي عنده اتصاب، فاضطر ان هو يلاعب كالافيوري مش باك شمال، لا يلعبوا قلب دفاع. كالافيوري اللي وحش دفاعيا هيلعب قلب دفاع، فمش متوقع منه اي حاجه خالص. فاللاعب يعمل ايه بقى؟ يلعب احسن من قلب الدفاع الاساسي. اللاعب مش بس بيسد خانه، ده عمل احسن اداء للمدافع في الدوري الايطالي السنه اللي فاتت. انت متخيل؟ مش بس في بولونيا، لا في الدوري الايطالي كله اداء خلاه يروح المنتخب ويلعب اساسي، وكمان بعد كده يحترف لارسنال ب 45 مليون يورو، يعني عشان روما تخسر فيه 44 مليون يورو. ده اقل لاعب حرفيا بيطلع من روما. نادي فقري، نادي فقري بطريقه مش طبيعيه. من اقوى الصفقات برضو كانت صفقه ايفان توني من برينتفورد للاهلي السعودي في صفقه قيمتها 42 مليون يورو. من اقوى الصفقات برضو كانت جالاجر من نادي تشيلسي لاتلتيكو مدريد ب 42 مليون يورو. وزريكزي من بولونيا لمانشستر يونايتد كانت صفقه برضو تقيله، لان زريكزي هو مهاجم تقيل جدا. قيمه الصفقه كانت 42 مليون يورو. اللاعب اللي بداته مع مانشستر يونايتد كان فيها مصادفه غريبه جدا وعجيبه قوي بجد، هتلاقي القصه بتاعتها في اللينك في الاي اللي فوق، فيديو شورت يعني مش هياخد منك دقيقه.
ومن اقوى صفقات الميركاتو ده كان موسى ديابي من استون فيلا للاتحاد ب 60 مليون يورو. يعني لو هنقول ان الدوري الانجليزي بيبالغ في الفلوس اللي بيدفعها في اللعيبه، فطبعا مش اكتر من الدوري السعودي. ولو في حد سعودي بيتفرج وحاسس ان انا حاقد او بتكلم بغل عن اللاعب ده، فانا لا، مش حاقد على الدوري السعودي ولا على الصفقات ولا على الفلوس ولا على الكلام ده. بالعكس، انا اصلا بحب نادي الاتحاد تحديدا، لان انا اصلا بسمع راب سعودي. فالرابرز السعوديين بيحبوا الاتحاد لان معظمهم من جده، فانا متاثر بيهم وبحب الاتحاد حتى من قبل ما رونالدو يروح النصر، او من قبل ما الدوري السعودي ياخد الضجه اللي هو بقى واخدها دلوقتي دي، وحتى من قبل ما حجازي اصلا يروح للاتحاد. فبعد ما راح انا حبيت الدوري السعودي اكتر وحبيت حجازي اكتر، او حبيت الاتحاد اكتر يعني. بس الحاجه اللي انا مخلياني مغلول او متضايق من الصفقه دي هو ان موسى ديابي وحش اصلا، او مش حلو للدرجه اللي تخليه يروح بالمبلغ ده للدوري السعودي. فاللي هو انتوا بتعملوا ايه يا جماعه بجد؟ ونروح بقى للتوب 6 اهم 6 صفقات في الميركاتو ده. اهم صفقه كانت صفقه اندريك، واللي زي ما قلت دي من ضمن الصفقات اللي هي كده كده خلصانه من زمان، وده الموسم اللي فعلا هتتم فيه او فعلا تمت فيه. اللاعب اللي انتقل من نادي بالميراس لنادي ريال مدريد. قيمه الصفقه كانت 47 مليون ونص يورو، اهم حاجه النص ده. وبعد كده معانا داني اولمو من نادي لايبزيج لبرشلونه. بعد ما اللاعب ادى اداء جامد جدا وكسب مع اسبانيا اليورو، برشلونه تعاقدت معاه قادما من ار بي لايبزيج في صفقه قيمتها 55 مليون يورو. ويقول لك برشلونه نادي فقير ده اغنى من اي نادي ايطالي. واغلى مدافع في الميركاتو ده، او اكتر مدافع قيمه تسويقيه انتقل من نادي لنادي في الميركاتو ده، كان ديليخت اللي انتقل من نادي بايرن ميونخ لمانشستر يونايتد في صفقه قيمتها 45 مليون يورو. واخيرا نروح لواحده من اغلى الصفقات في الميركاتو ده، وهي صفقه دوجلاس لويز، واللي كان موجود معانا في فيديو توب 5 صفقات. يعني لو كنت شفت الفيديو هتعرف ان دوجلاس لويز واحده من اهم الصفقات في الميركاتو ده، من استون فيلا ليوفنتوس ب 51 مليون يورو. بس الصفقه الاهم والاغلى فعلا كانت جوليان الفاريز، وهي اغلى صفقه في الميركاتو ده كقيمه صفقه. اللاعب اللي انتقل من مانشستر سيتي لاتلتيكو مدريد. فلوس يابا، ناس معاهم فلوس. 75 مليون يورو اتدفعوا في اللاعب المزدوج الجنسيه الارجنتيني الايطالي جوليان الفاريز، بطل كاس العالم. وبس يعني تقول لي في مركز ناقص، صح؟ المركز الاول كان كيليان امبابي، واللي انتقل من باريس لريال مدريد في صفقه انتقال حر، وده اغلى لاعب قيمه تسويقيه انتقل من فريق لفريق السنه دي. بس يعني ده كان فيديو النهارده. في صفقات تانية كتير لو حابين احنا نتكلم عنها خلاص. يعني لو عايزين نتكلم عن كل الصفقات اللي حصلت الموسم ده، او كل اهم الصفقات اللي حصلت باللعيبه بقى المعروفه واللي مش معروفه، او اللي مش مشهورين قوي، تمام، ما عنديش مشكله، قول لي في الكومنتات وانا هعمل الفيديو. وبس كده، اشوفكم في فيديو جديد.